السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات اقتصادية سهلة ولذيذة وموفرة ان شاء الله، كلهم احلى من بعض. هنعمل مع بعض وجبة للفطار وتحلية وكمان وجبة للسحور. كملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات. وهنبدأ مع بعض نعمل الكفتة. هنجيب هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنحطه في الكبة. هنحط عليها بصلاية يكون حجمها متوسط كده، هنقطعها 4، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل ومعلقة من السبع بهارات أو بهارات الكفتة المتوفر عندك. حطي شوية كده من البقدونس أو الشبت، وهنضربهم كده مع بعض في الكبة حتى تجانس المكونات. بعدين هنحطهم بقى في البولة ونحطها في التلاجة عشان الكفتة كده تتجانس مع بعضها وتتشمع، لما نيجي نصبعها ما تفكش مننا. هنجيب بقى الحلة عشان نعمل الرز. هنحط فيها كده معلقة من السمنة وشوية من الزيت، وهننزل بالرز هنشوحهم كده. طبعا رز بسمتي مغسول ومنقوع. وهنقلب الرز كده في السمنة والزيت، وهنحط له بقى معيار الملح بتاعنا ومعلقة من الكركم وكمان معلقة من الفلفل ومعلقة من السبع بهارات وشوية صغيرين من الكزبرة وشوية من بهارات الكبسة او بهارات الرز المندي، اللي هي البهارات تبقى في اكياس كده او بتشتريها سايبة من عند العطار زي ما تحبي. بعدين هننزل عليها بقى بالمية السخنة. انت عارفة بقى معيار الرز بتاعك، حط المعيار بتاع الرز المظبوط. وهنغطي الحلة كده لحد ما الرز يستوى. وجبنا الكفتة بقى بعد ما ارتاحت في التلاجة صبعناها، وهنبدأ بقى نشوحها في الطاسة. هنحط الطاسة كده على النار، لما تسخن نحط فيها معلقة من السمنة ونرص فيها صوابع الكفتة بتاعتنا. ممكن نعملها كمان الكفتة على شكل كور، ونبدأ نشوح الكفتة بتاعتنا. بنشوحها في الطاسة عشان هنحط معاها الخضار يستوى. ممكن كمان تدخليها الفرن زي ما تحبي وتحطي معاها الخضار ده. وهنتبل الخضار بتاعنا برشة فلفل وبهارات السبعة ورشة ملح صغيرة جدا، طبعا عشان الكفتة متبلة وفيها ملحها، ما نكترش الملح عشان ما تحدقش معانا. ونشوح الخضار كده مع الكفتة ونغطي عليهم لحد ما يستووا، ونبدأ نغرف بقى الرز بتاعنا. الخضار طبعا لذيذ ومفيد، لو ولادك مش بيحبوا الخضار فانت هتضيفيه كده مع الكفتة والرز فهياكلوه ان شاء الله. وطبعا عملنا سلطة الطحينة جنبها. وده كان شكل الوجبة الرئيسية بتاعتنا، ان شاء الله موفرة وهتجربيها وهتبقى جميلة جدا. ندخل بقى على تحليات بتاعة السحور. هنعمل كده مهلبية كده او القشطة، دي جميلة جدا وسهلة. هنعملها بطريقة مختلفة، جربيها تعجبك بإذن الله. هنحط هنا 3 مكعبات من الزبدة، نص كوباية من الدقيق. لو الكوباية بتاعتك اللي هي 200 جرام، لو عندك كوباية اصغر يبقى هتبقى كوباية كاملة. وهنشوح الدقيق كده في الزبدة لحد ما نشم ريحته. وبعدين ننزل عليها بنص كيلو من اللبن، وهنحط لها بقى السكر على حسب التسكيرة اللي انت بتحبيها، وشوية من الفانيليا، ونقلبهم كلهم كده مع بعض. لو هي ما كتلتش معاكي خلاص فرغيها في البولات على طول، لكن هنا هنحطها في الخلاط نديلها ضربة كده عشان يكون قوامها كريمي اكتر. وبعدين هنصبها كده في البولات او الاطباق بتاعتنا. طبعا لازم تحطيها برضو في التلاجة تبرد قبل ما تقدميها. واديلها بقى رشة من القرفة، او لو مش بيحبوا القرفة حطي عليها جوز هند، حطي عليها زبيب اللي بتحبيه وترتاحيله. القرفة برضو بتبقى معاها طعمها جميل وريحتها حلوة. وهنا الوش بتاعها كده عمل طبقة كده تخينة كده، وبتبقى لذيذة وجميلة بالدقيق عن النشا كمان. ندخل بقى على الحلو بتاعنا. هنعمل بلح الشام بس من غير بيض. هنجيب بولة هنحط فيها كوباية من الزبادي، كوباية تكون 200 جرام. نحط معلقة ونص من الزيت ومعلقة صغيرة من السكر ونقلبهم مع بعض. وهنجيب نص كوباية من دقيق السميد، كوباية من الدقيق الابيض، ومعلقة من البيكنج باودر، ونحط رشة ملح. ونعجن العجينة بتاعتنا، ده بيكون قوامها. لو لقيتيها تخينة معاكي ممكن تزودي لها شوية من اللبن. وبعدين هنحط العجين بتاعنا في القرطاس بتاع الحلواني، وهنسخن الزيت بقى وننزل نقطع فيه بلح الشام بتاعنا. والنار تكون هادية عشان يستوى معانا وما يكونش معجن من جوه، والزيت يكون طبعا غزير. وهنقلي كل الكمية بتاعتنا لحد ما نخلصها.
وبعدين هننزلها بقى في شربات تقيل. عودي نفسك ان اي حاجة حلويات انت بتقليها في الزيت لازم الشربات بتاعها يكون تقيل، اللي هو كوباية سكر عليها نص كوباية مية او كوباية مية على حسب. وهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الوصفات عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تقولوا رأيكم تحت في التعليقات. والسلام عليكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. في امان الله. عشان يعرفوا ان هنا دي البر يجوا على الناحية دي. امال ايه، بس ساعات بتبقى الدنيا عتمة وبالليل مش شايفين. الله شكلهم حلو. ايه يا